اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مساء الخير على أجمل متابعين في الدنيا كلها. وحشتوني جدا 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 من القصة اللي فاتت. جاية لكم النهاردة وجايبة لكم قصة قوية، قصة واقعية وقصة كاملة من القصص اللي انتوا بتحبوها، بقلم الكاتبة الرائعة صابرين علاء اللي دايما قصصها بتعجبكم. أحداث قصتنا حلوة جدا فوق ما تتخيلوا. كملوا معانا القصة للآخر ويصدقوني مش هتندموا. ما تنسوش تكتبوا آرائكم في التعليقات، وكمان تفعلوا جرس الإشعارات علشان توصلكم إشعارات بكل الحلقات الجديدة اللي بتنزل بشكل يومي على كل قنوات حكايات هايدي. وقبل ما نبدأ أتمنى منكم تدعوا لوالدتي بالرحمة وبالمغفرة، وإن يجعل مأواها الجنة إن شاء الله. يلا بينا نبدأ. في حي متوسط في بيت من 3 أدوار كان عايش يوسف مع مراته كانت اسمها مروة، عمرها 25 سنة. كانت حامل وفي الشهر الرابع. على طول بتمثل التعب على جوزها. كانت ماسكة التليفون وبتكلم أمها ميرفت: يعني انت يا بنت هتغدي جوزك ايه دلوقتي؟ ما ينفعش يرجع من بره ما يلاقيش أكل. مروة ردت على مامتها: ما ياكل أي حاجة يا ماما، إن شاء الله حتة جبنة أو يطلب دليفري، أنا لا يمكن أقف في المطبخ وأنا حامل. يا بنت هو كل يوم دليفري؟ هتجيبوا فلوس لده كله منين؟ وعلى رأي المثل خد من التل يختل. أنا من رأيي تنزلوا تاكلوا وتشربوا عند حماتك. لا يا ماما اوعي تقولي كده، أنا من الأول اتفقت مع يوسف إن احنا هنعزل. أنا أصلا مش عايزة جو بيت العيلة ده ويتحكموا في حياة الواحدة ويستخدموا الحاجات بتاعتها. هي بنتي جاتك نيلة، انت عايزة اللي يخدمك. اسمعي مني، انزلي عند حماتك واعملي فيها تعبانة، خلوهم هم اللي يخدموك هي وبنتها. دخل يوسف من باب الشقة ومراته كانت قاعدة على الكنبة وفي ايديها مج ايس كوفي. ايه ده؟ مش قلتلك يا بنت ما تشربيش البتاع ده وانت حامل؟ عادي بقى يا يوسف، انا لقيت دماغي مصدعة قلت اشرب مج كده. المهم حمدلله على سلامتك يا بيبي. الله يسلمك. عملت لنا غدا ايه النهارده؟ بصراحة كده مفيش غدا، انا كنت لسه بحكي مع ماما وبقول لها ان انا تعبانة وما بقدرش اقف في المطبخ خالص. طيب وهنعمل ايه دلوقتي؟ ممكن ننزل تحت عند مامتك وبعدين يا سيدي نمشي الدنيا شوية اليومين دول لما ناكل هناك. ماشي، هدخل اخد شاور وننزل عند ماما نشوف عاملة غدا ايه النهاردة. بس اسمعي، من بكرة تنزلي بدري طالما انت اللي اخترت بقى موضوع جو بيت العيلة ده. في نفس الوقت تقريبا كانت والدته ووالده لسه راجعين من بره. امه كان باين عليها التعب. مدحت جوزها كان خايف عليها جدا ومسندها: تعالي يا حبيبتي ادخلي بالراحة. ودخلها وقعدها على كرسي. مراته كان اسمها سميرة، كانت ست زي العسل ودمها خفيف. بصت لجوزها وضحكت: جرى ايه يا مدحت؟ هو انت هتفضل كده لغاية مولد؟ وبعدين انا لسه في اول الحمل. انا حاسس ان اول مرة خلف يا سميرة. مين يصدق ان بعد العمر ده كله ربنا يرضينا بعيل؟ تعرفي انا هجيب له عجلة اول ما يتولد واعمل له عقيقة، وهعمل له صباح كبير قوي كمان، وهجيب له لبس حلو. ياه، ده انت متعشم بقى ان احنا نخلف ولد او بنت نعمة من ربنا. المهم ان الولد ده هيسلينا بعد ما بنتك رهف تتجوز. عندك حق، في الوقت ده جت رهف بنتهم. ايه ده انا سامعاكم وانتوا بتجيبوا في سيرتي. خير، هو في حاجة؟ مبروك يا رهف، امك حامل وكلها كام شهر وهيجيلك اخ او اخت. ايه ده؟ انت بتهزر يا بابا؟ مين دي اللي حامل؟ ماما، هو بجد انت حامل؟ هو الموضوع ده طبيعي؟ جرى ايه يا بت؟ هو انت فاكراني عجزت ولا ايه؟ انا لسه صغيرة، انا يا دوبك عندي حاجة و40 سنة. ما اقصدش يا ماما، انا بس خايفة عليكي لا الحمل في السن ده يكون غلط على صحتك. لا، خلاها على ربنا. وبعدين ما انتوا برضه هتساعديني. اساعدك ده ايه يا ست ماما؟ انت نسيت ان انا ثانوية عامة؟ ده انا محتاجة اللي يساعدني. بقولك ايه يا بت، انت فاكرة ان احنا اخدنا القرار ده رزق وجالنا كده لوحده من عند ربنا؟ مالكيش دعوة. مش انت اتحججت بدراستك؟ ادرسي. انا بقى اللي هعمل لامك كل حاجة واعمل لها شغل البيت واقعدها هانم. ماشي يا سي بابا. وسابتهم ودخلت وسميرة ومدحت راح على اوضه النوم. سميرة كان باين عليها الزعل والقلق. فيك ايه يا سميرة؟ انت زعلانة ليه دلوقتي؟ يوسف ابننا لما يعرف يا ترى هيفرح ولا لا؟ هو احنا يعني هنطلب منه حاجة؟ مش القصد،
بس ما تقولوش دلوقتي، ممكن يفكر ان انا غيرت من مراته وحملت زيها. انت شايف مراته عاملة ازاي؟ بتفضل تسخنه طول الوقت علينا. ايه اللي تشوفيه؟ مع ان ابنك كده كده هيعرف الخبر. بعد شوية جه يوسف وفاجئهم ان هياكل معاهم هو ومراته، وفعلا اتغدوا مع بعض. بس يوسف ما لاحظش اي حاجة، لكن مروة مراته اللي كانت طول الوقت باصة لحماتها وقد ايه حماها مهتم بيها، وبدأت تركز في تصرفات حماتها انها بتتحرك ببطء وحريصة جدا كأنها خايفة على حاجة. في نفس المنطقة، في بيت متوسط في شقة فخمة، كانت عايشة عروسة متجوزة بقالها 3 شهور، ليلى. كانت جميلة جدا ويدوبك عمرها حوالي 18 سنة. جوزها آدم كان 35 سنة. زي ما كان في فرق في السن، برضو كان في فرق كبير في الطباع. ليلى كانت حساسة قوي وبتحب ان هي تعيش سنها، لدرجة ان كانت بتعمل له كل حاجة علشان ترضيه وتفرحه، وكانت منتظرة منه الاهتمام. وفي يوم رجع من شغله ودخل الشقة، لقى النور مطفي. ايه ده؟ هي اللمبة اتحرقت؟ ده ب150 جنيه، اكيد بقى لسه في الضمان، ممكن ابقى اغيرها. قبل ما يكمل كلامه لقى شمعة نورت وجاية من بعيد وبتقرب منه، وصوت مراته وهي بتغني هابي بيرث تو. فجأة أدهم بدأ يصرخ، الله يخرب بيتك، الرعب اللي انت معيشاني فيه ده، سلام قول من رب الرحيم، أعوذ بالله. ايه يا أدهم، مالك؟ هو انت شفت عفريت؟ طبعا عفريت. ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ طافية النور وطلعالي في الضلمة بشمعة؟ صراحة شكلك مرعب قوي، عايزاني مخافش؟ ورفع مفتاح الكهرباء واتضايق جدا لما لقى الشقة متزينة بالبالون الأحمر، وكانت عاملة له عيد ميلاد. ايه ده؟ ايه اللي انت عاملاه في الشقة ده؟ هو بكرة العيد الكبير وانا مش واخد بالي؟ لا، النهاردة عيد ميلادك، تفتكر يعني ممكن اعديه من غير ما اجيب لك هدية واحتفل؟ ده اول عيد ميلاد يجي واحنا متجوزين. على اساس ان عيل صغير وعايزة تفرحيني؟ وسابها وراح على اوضه النوم. حتى هنا كمان بلالين، حرام عليكي، تخيلي لو واحدة من دول فرقعت وانا نايم، اصحى مخضوضة انا بقى علشان سيادتك تفرحي؟ ويا ترى بقى صرفت في الهلومة دي كلها قد ايه؟ انت غريب قوي يا ادهم، ازاي مش فارق معاك المفاجأة اللي عملتها لك؟ وكل اللي يهمك صرفت قد ايه؟ ده بدل ما تحضني وتشيلني وتلف بيا. يلا يا عيلة انت، عارفة لو كنت رحت اشتريتي ازازتين ريحة وبخيت منهم في الأوضة كان احسن، على الاقل الريحة كانت هتقعد لها يجي سنة، وكنا برضه هنسهر سهرة كويسة. لكن انت عقلك صغير. عامة يا ستي تسلم ايدك، وراحتي بقى الطبق البلاستيك علشان تغسلي لي رجليا، وهاتي لي اي حاجة كلها. ايوه بس انا ما عملتش اكل. يا حلاوة، يعني اخرة الاحتفال ده هناكل ايه بقى؟ هناكل طوب؟ اللهم طولك يا روح، ما اتصلتيش بيا ليه وانا جاي وقلت لي اجيب اي وجبة؟ طب خلاص مش مشكلة، نطلب ديليفري. ما هو مال سايب، عقابا ليكي بقى طالما صرفت فلوس الغدا في الكلام الفارغ. هاكلك جبنة واكل انا بقى كباب وكفتة واغيظك عشان تتعظي وما تعمليش حركات العيال. وبالفعل عمل كده فعلا، وطلب كباب وكفتة وفضل ياكل، وكان بيتفرج على التلفزيون ومش معبر ليلى نهائي، كأنها مش موجودة، ولا حتى كان فكر ان هو يشكرها على محبتها وتقديرها. وبعد كده فضلت واقفة تتفرج عليه وهو باكل، وبعد ما خلص راح نام. قعدت ليلى مع نفسها، كانت بتندم ان اتجوزت واحد فرق السن ما بينهم كبير. افتكرت في الوقت ده عمر خطيبها الاولاني، كان اكتر حد بيفهمها وبيقدر حبها وبيدلعها، كان بيسمعها احلى كلام. قعدت تقلب على الفيسبوك وتشوف صوره في الاكاونت بتاعه، كان وحشها ونفسها تكلمه من غير ما تقصد. عملت رياكت اعجاب ونسيت تشيله. في نفس الوقت تقريبا وصل عمر على بيته، عمره 30 سنة، وسيم وتاجر وشاطر، كان خاطب ليلى زمان وبيحبها، بس اختلفوا الأهل وسابوا بعض. بس مراته بقى اللي اتجوزها كانت ست مادية، كل اللي يهمها الفلوس حتى لو على حساب صحة جوزها. كان معهم ولدين توأم. وفي يوم رجع على البيت ومعاه شنطة هدايا، دخل غرفة النوم والساعة كانت 2 بالليل، لقى مراته نايمة وبدأ يصحيها. قرب من مراته وبدأ يصحيها، نوال، اصحي يا نوال، اصحي يا حبيبتي، معقولة حد ينام النوم ده كله وجوزه مش جنبه وتنامي مطمنة كده من غيري؟ يوه، في بس يا عمر، هي الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 2 يا روحي.
قامت علشان تتخانق وياه، لكن بدأ يهديها. بس ايدي، انا عارف ان انت بتتضايقي لما بتأخر ودماغك بتروح لبعيد، بس انا بقى كنت بجيبلك هدية. ايه بجد؟ مسكت الهدية وفتحتها ولقت بيبي دول شكله حلو. الله، ده جميل قوي. انت جايبه بمناسبة ايه؟ جايبهولك لاني بحبك، عايزة افرحك. قومي بقى صحصحي كده والبسيه. بس انا تعبانة وطول النهار من المطبخ، من غسيل لترضيع العيال. وقعدت ترغي وتحكي له الاسطوانة المشروخة بتاعت كل يوم. هما كان معاهم ولدين بس كانوا لسه صغيرين يا دوبك بيرضعوا. عمر اتضايق وزق راسها على السرير. بس خلاص، اتخمد بقى، قرفتيني. وغطاها وسابها وراح على البلكونة ومسك تليفونه وقعد وشاف رقاقة الإعجاب على الصورة بتاعته، ولقاه من ليلى. ابتسم ودخل يكلمها على الخاص. طمنيني عليك يا ليلى، انت كويسة؟ ليلى لما شافت الرسالة ما صدقتش، طلعت البلكونة جري. ازيك يا عمر، عامل ايه؟ تمام. هو ينفع نتكلم شوية؟ بصراحة انا حاسس ان انا مخنوق، بس انا مش عايزة تسبب لك في اذى من جوزك. لا، ايه الكلام اللي بتقوله ده يا عمر؟ عمر ما هتكون سبب لأذى ليا. انت محترم وجوزي مش شكاك ولا حاجة، هو عارف مراته كويس. طبعا انت اكتر حد محترم ممكن نقابلك. ايوه، هو انا وانت دلوقتي مجرد اخوات، انت ليك حياتك وانا ليا حياتي، واعتقد ان انت مبسوط في حياتك، مش كده برضو؟ عمر بعت لها ايموجي ضحكة صفرة. بص يا ستي، بلاش نتكلم عن حياتي وحياتك، خلينا نتكلم في اي حاجة عن زمان. بس تعرفي انك لسه حلوة زي ما انت. لا، انت بقيتي احلى، وطلتك بالابيض كانت حلوة قوي، في فرحك كنت زي الملاك. ليلى مرضتش ترد عليه مع انها كانت عارفة كويس ان اللي بتعمله ده غلط، بس كملت. الخيانة مش بالجسد وبس، الخيانة كمان بالروح. اما في بيت مدحت، في الصالة كانوا قاعدين ومستنين وصول اضحية العيد. كان يوم الوقفة وبعدتهم بيذبحوا في مدخل البيت. تليفون مدحت رن وعرفوه انه الاضحية تحت البيت. مدحت لبس واستعد ان ينزل علشان يستلم البقرة. يا سميرة، البقرة تحت البيت، انا نازل اهو علشان استلمها. طيب حطها في مدخل البيت واربطها كويس وانا هنزل اشوفه. ونزل مدحت ومروة جت. ايه ده يا طنط، هو عم هيحط البقرة في مدخل البيت؟ ده كده هتضيق الدنيا خالص، وخلينا نشيل الكنبة اللي في مدخل البيت على جنب. عندك حق يا بنتي، خلينا فعلا ننزل نجيب الكنبة على جنب. وبالفعل هما الاتنين نزلوا علشان يحركوا الكنبة من مكانها. لكن فجأة مدحت جرى على مراته بخوف. ايه ده انت بتعملي ايه يا سميرة؟ مش قلتلك ان انت ما تشيليش تقيل؟ اوعى كده، انت مش محرصة على نفسك ابدا. ما تخافش يا اخويا، ربنا سترها. مروة وهي واقفة، ايه ده، هو ليه بيقول لها ما تشيلش تقيل؟ هو ليه حماه بيقول كده؟ المفروض يخاف عليا انا اللي حامل مش هي. بصت على بطن حماتها وافتكرت اللي شافته من يومين لما حماتها كانت كسلانة وتعبانة وأعراض الحمل كانت ظاهرة عليها. بدأت تشك بس ما بينتش. تاني يوم عملوا الأضحية ورهف دخلت يا مروة يعملوا الأكل. مروة كل ما تطلب من حماتها تعمل حاجة كان حماها يقوم ويعملها. في المطبخ مروة كانت واقفة مع عمها. طيب يا عمي، بما إنكم بتفطروا كبدة أول يوم في العيد، تحب أعملها في طبق ولا صينية؟ لا يا حبيبتي، أنا أعملها في صينية. روح انت بس هاتي العيش من بره عشان نحط الأرغفة على الوش كده وتتشبع بالدهون. وراحت تجيب العيش من الديب فريزر اللي كان في أوضة حماتها. اتفاجئت من أدوية الحمل اللي محطوطة في شنطة على التسريحة. مسكت الشنطة وفتحتها وطلعت كل الأدوية. اتأكدت لما شافت الاختبار الحمل وصور السونار، اتأكدت من شكها وإن حماتها حامل. حطت كل حاجة مكانها وأخدت العيش وراحت المطبخ. معلش يا عمي، أنا هطلع شقتي أغير هدومي. ماشي يا بنتي، مش هتفطري معانا الأول؟ لا مش هقدر، هبقى أكل أي حاجة فوق، أصل الأكل ده هيبقى دسم عليا. ماشي يا بنتي، إلا قولي هي طنط هتاكل إيه؟ هو أنت بتسألي ليه؟ يعني أنا شايفة إن هي تاكل أكل صحي، مش كده برضو يا عمو؟ وطلعت فوق لجوزها ودخلت أوضة النوم. كان بيلبس هدومه ونازل. مش كنت تقولي يا يوسف إن مامتك حامل؟ على الأقل كنت بارك لها وأجيب لها هدية لأخوك. مامة مين اللي حامل؟ انت دماغك فوتت ولا ايه؟
مالك يا بنتي؟ انت مجنونة؟ انت بتقول كده وبتستعبط عليا، عايز تعمل فيها عبيط، لكن انت عارف كل حاجة. انا فعلا مش فاهم انت بتتكلمي عن ايه بالظبط. مامة مين اللي حامل؟ انت عارفة ام عندها كام سنة؟ على فكرة مامتك حامل، انا مش عبيطة، عندها نفس الاعراض اللي عندي، غير اهتمام والدك. انا شفت كمان بعناية التحاليل والاشعة. امك غارت مني، وطبعا علشان ما تساعدنيش وما تشيلش البيبي معايا لما اولد وتتحجج، فقررت انها تحمل. ابوك بدل ما يزعق لها فرحان كأنه اول مرة يخلف. يوسف ما ردش عليها وسابها ومشي، ونزل على تحت وكان متعصب. اول ما دخل شقة اهله لقى والده ووالدته قاعدين على السفرة وقدامهم اللحمة والشوربة وقاعدين ياكلوا. مدحت كان ماسك لقمة وفيها حتة كبدة. كل يا سميرة دي علشان خاطري، كل اللقمة دي يا حبيبتي، انت كنت بتحبي الكبدة قوي. ما تضغطش عليا يا مدحت، مش قادرة، انا اساسا مش طايقة ريحتها، مش عايزة اكل حتى اي حاجة. رهف بصت لباباها، خلاص بقى يا بابا، سيبها تاكل اللي نفسها فيه، ما تضغطش عليا يا حبيبي. يوسف كان واقف وبينفخ، ويا ترى بقى ايه اللي سدد نفسك يا ماما عن اكلة الكبدة ومخليكي مش طايقة ريحتها كده؟ ابدا يا حبيبي، شكل كده واخدة شوية برد، تعالى كل معانا. انت يا ماما تعبانة من الحمل مش كده؟ مش كنت تقولولي ان انت حامل علشان ابارك؟ ويا ترى يا ماما بقى هتولدي في مستشفى عادية ولا VIP؟ مدحت قام وقف، لما تيجي تولد يعدلها ربنا. انا بتريق يا بابا، هو انتوا ازاي فرحانين كده، وازاي اساسا تعملوا فيا العملة دي؟ اهدى يا يوسف، انا عارفة انك خايف لا يجي ولد لا تدخل الجيش. ما تخافش يا سيدي، انت كبرت اساسا، وبعدين هناخد بالنا كويس من مراتك وابنك. اسكت يا رعف انتي. يوسف قرب منها وكان هيضربها، لكن في الوقت ده قطع غله وشد مفرش السفرة ورمى الأكل كله على الأرض. سميرة اتخضت وقامت وقفت، كانت واقفة مفزوعة. مدحت قرب منه، جرى ايه يا ولد؟ انت اتجننت ولا ايه؟ هي حصلت تقل أدبك وترمي نعمة ربنا؟ أنا ما اتجننتش، بس انتوا اللي عايزين تجننوني. الناس هتقول عليا ايه دلوقتي لما أمي كلها كام شهر وتولد، مع إنها هتبقى تيتا، تحمل وتخلف مع مرات ابنها؟ والناس طبعا كلها هتحكي ويقولوا ان هي غارت من مراتي. ما هي الناس مش هتفهمها الا كده. هو انت ليه يا ماما ما فكرتيش تحملي من زمان بعد ما خلفت رهف؟ يا ابني انت زعلان لي بس كده؟ ايه اللي معصبك؟ ده رزق وجالنا من عند ربنا. انا اساسا ما كنتش عايزه احمل، وبعد رهف انا حاولت كتير قوي بس ربنا ما اذنش، فقلت ان ورد ربنا يتعبنا في اي وقت. ما كانش في بالي ابدا اني ممكن احمل وانا في السن ده. اسمعي يا ماما، انا مش عايزه اللي في بطنك ده، انا مش عايزه، انا ابني هيبقى سند ليكم. مدحت زعق، اخرس يا قليل الادب، انا صبرت عليك كتير والظاهر كده ان انت اتجننت وقلت ادبك بزياده. العيل اللي جاي ده ابني انا، وانا اللي اقول يفضل علشان يجي وينور الدنيا. انت بقى مالكش دعوه، واذا كان مش عاجبك اضرب راسك في الحيط واعمل اللي يعجبك. يوسف ما قدرش يرد على والده، اخد بعضه وطلع على شقته. كان متضايق جدا، دخل الشقه ورزع الباب وقعد على الكنبه. جت مروه وقعدت جنبه. وبعدين يا يوسف الحل ايه دلوقتي؟ امك لو خلفت ولد هيبقى له نص البيت ده غير بقى حق اختك رهف، ده غير الجيش اللي هروحه، مع اني اتخرجت واشتغلت وقلت ان امورها هتظبط. انا مش عارفه اتصرف ازاي، انا حاسس ان انا هتجنن. مروه وبلقم، ده غير بقى الفضايح، ده الناس هتاكل وشنا. بس تاهت ولقيناها. انا بقى هقولك على الحل. وبدأت مروه تبخ سمها في ودن جوزها وتحرضها على عقوق اهله. اما ليلى فرجعت من عند حماتها هي وجوزها يوم العيد، وكانت متضايقه جدا. ينفع اللي حصل ده يا ادهم؟ يرضيك اللي والدتك عملته؟ عملت ايه؟ ما شفتش مامتك عملت فيا ايه من ساعه ما روحت هناك وانا شغاله مرمطون؟ هات يا ليلى، اعملي يا ليلى، وما تعمليش الرز كده، لاقيش والكفته. 3 ساعات وانا واقفه في المطبخ وبشوي كفته، وفي الاخر ما خدش منها حتى صباع واحد، كأن امك دي كانت بتشحتني او شايفاني واحده مش قد المقام. انت ازاي تتكلمي عن ام كده؟ وازاي مش عاجبك؟ يا سلام، يعني بعد كل اللي حكيته ده انت شايف كده؟ ايوه، ام تطلب منك اللي هي عايزاه لازم تخلي التقيل كله عليكي. طيب انا بقولك تعبت
وفي الآخر ما قدرتنيش ولا جابت لي حتى حاجة كلها. أنا يعتبر ما أكلتش حاجة، وانت ما حاولتش تهتم بيا قدامهم وتحط لي أكل في طبقي. أنا مش فاهم، هو أنا لازم أحط لك أكل في طبقك؟ هو انت لما كنت في بيت أبوكي بتستنى أبوكي يحط لك؟ لا، بس أنا اتربيت إن راجل البيت هو اللي بيأكل أهل بيته. احنا مش عايشين في ملقف انت شوجري، فوق أصول واحترام. هو ده اللي أنا اتربيت عليه. ليلى، هو انت عايزة ايه دلوقتي؟ انت شايف ايه؟ مراتك حبيبتك بتقولك جعانة، ما تاكل اي حاجة من التلاجة، اسلقلك شوية عدس. وسابها ودخل ينام. وليلى راحت قعدت في أوضة الأطفال وفضلت تعيط. كانت حاسة انها جعانة فعلا. يلا ما اقوم اعمل اي حاجة كلها، انا جعانة قوي. لكن في الوقت ده زعلت جدا ورزعت نفسها على السرير ومرضتش تقوم تعمل حاجة وقعدت تعيط. في نفس الوقت تقريبا كان عمر داخل البيت ورايح على المطبخ، لقى مراته حاطه ماسك على وشها. بسم الله الرحمن الرحيم. حط على وشك ايه؟ طب خش اغسلي وشك ده، خلينا نروح سينما. نوال رفعت حاجبها. سينما؟ سينما بالعيال؟ وتفتكر عيالك هيسكتهم؟ لا يا ستي، هنودوهم عند والدتك 2 3 ساعات نغير جو ونيجوا، مش هنتأخر. لا انا مش عايزه اخرج، وبعدين انت فايق ورايق يا حبيبي؟ انا عايزه انام، انا صاحيه من بدري ورايحه عند ماما بكره، اصلها حزمانه انا واخواتي وهتعمل لنا حفله مشاوي. طبعا الحفله دي بنستناها كل سنه. يلا تصبح على خير يا عمر. يا نوال انا جوزك وليا حق عليكي، انت مش ملاحظه ان انت مهمله فيا قوي؟ جرى ايه بقى يا عمر؟ انت عايز تتخانق والسلام؟ وبعدين يا حبيبي الفلوس بتاعت السينما دي هاتهالي، انا اولى بيها، انا محتاجه بكره فلوس. يلا تصبح على خير. وسابته وراحت تنام بكل برود. عمر اتضايق جدا وراح على البلكونه ومسك تليفونه، والمره دي بجرأة اتصل بليلى. ليلى كانت في البلكونه قاعده معيطه، كانت جعانه قوي. الو؟ ايوه يا عمر، انت ازاي تتصل بيا؟ مش خايف لمراتك تسمعك او جوزي يحس بيا؟ انا تعبان قوي يا ليلى، انا جبت اخري، حاسس ان عايش مع واحده جبله ما بتحسش. كل ما اقول نقعد مع بعض ما بترضاش، كل ما اجي اعمل لها مفاجاه ما بتهتمش، كل اللي يهمها تاخد مني فلوس وتصرف على البيت وبس. ومين سمعك؟ انا كمان ربنا وعدني بواحد كل اللي يهمه نفسه وبس، عمره ما فكر فيا ولا في مشاعري. دخل ينام وهان عليه يسيبني وانا جعانه، بعد ما رجعت من عند والدته وما اكلتش حاجه طول النهار. انت بتهزري؟ يعني انت جعانه دلوقتي؟ خلاص بقى يا عمر، انسى الموضوع ده خالص وقفل عليه. انسى ايه بقى؟ ده انا هنزل دلوقتي اجيب لك وجبه مشاوي من احسنها مطعم. وبالفعل نزل واخد العربيه وجاب لها وجبه من مطعم فخم. كان الوقت متاخر، وقف تحت البيت واتصل عليها علشان تنزل السبت، وفعلا نزلت السبت واخدت الوجبه. اكلتها وكانت فرحانه قوي، مشاعرها رجعت تتحرك من ناحيته بعد ما حست بالاهتمام، خصوصا لما شافت قد ايه ان هو بيهتم بيها اكتر من جوزها، وهو لقى فيها المشاعر اللي مفتقدها مع مراته. وفي يوم عمر كان قاعد في الشقة لوحده، لأنه مراته في اليوم ده كانت عند أهلها. كان في غرفة النوم وقاعد بالبرنس وبيتكلم في التليفون مع ليلى، وكان فاتح السبيكر. وفجأة مراته رجعت البيت لأنها نسيت غيارات عيالها، سمعته وهو بيتكلم مع ليلى. يا لولي، ما تتخيليش السعادة اللي بحس بيها ونوال مراتي مش موجودة في البيت. انت بجد غريب قوي، هو في راجل يبقى مستريح ومراته مش موجودة؟ امال مين بقى اللي بيرتب وبيروق وبيخلي البيت منظم وحلو؟ مش الست برضو؟ سيبك انتي، البيت ده ناقصه شوية حب، لو كان موجود كل حاجة كان هيبقى لها طعم. وفجأة لقى نوال بتقول حلو قوي الكلام ده، تصدق وتأمن بإيه إن كان قلب حاسس إن هرجع في يوم من الأيام ولاقيك بتخني. ومسكت الفازة اللي كانت موجودة على التسريحة وحدفتها عليه، بس عمر تفاداها وقعت على الأرض اتكسرت. اهدي يا بنت المجنونة، الموضوع مش زي ما في دماغك خالص. أمال إيه الموضوع يا سيد الرجالة؟ ومين بقى اللي بيتكلمها دي وبتعرفها منين؟ طبعا عمر كان قفل مع ليلى ومسك إيدين نوال قعدها على السرير. ممكن بقى تهدوا ونتفاهم؟ دي واحدة كنت بحبها، بس اللي بينا مش زي ما انت فاهمة خالص. احنا بنحترم بعض وبنرتاح في الكلام سوا، يعني بعتبرها ونيس بما اني مش لاقيك يا مدام. يا سلام، يا امال انا ابقى ايه بقى؟
مش أنا مراتك وجالستك وأنستك في كل حاجة؟ ولا أنت خلاص يا أستاذ طلعتيني بره حياتك؟ أيوة، بس أنا مش لاقيكي بسبب انشغالك طول الوقت بالبيت والأولاد. طيب خلاص يا سيدي، تعالى بدري وكل يوم نقعد نتكلم. لا، أنا لقيت راحتي في الكلام وياها. أوعدك إن الموضوع ده مش هيتخطى إن إحنا هنتكلم مع بعض. وبعدين أنت مراتي، وفي الآخر برجع وبترمي في حضنك، لكن هي مجرد صديقة. لعلمك بقى هي متجوزة ولها حياتها. على العموم أنا هعوضك عن الموضوع ده. ماشي، أنا موافقة. تفضل تكلم صاحبتك دي، بس بشرط تديني 5000 جنيه في الشهر مصروف إيديا، ده غير طبعا مصروف العيال، وكل يوم أشوف الشات اللي ما بينك وما بينها. قلت إيه يا أستاذ؟ موافق طبعا. وبالفعل ابتدى عمر يكلم ليلى كل يوم، ومراته كانت عارفة وعادي، بس في المقابل كانت بتاخد منه فلوس. طبعا تصرفها كان غريب قوي. أما عند يوسف فقعد أسبوع ما يتكلمش، لغاية ما في يوم نزل تحت وكان عارف ومتأكد إن والده وأخته مش موجودين. والدته فتحت الباب. أنا خلاص قررت أبيع دهب مراتي وهسافر، هسيب لكم البلد كلها وامشي. هتمشي وتروح فين بس يا ابني؟ احنا ما نستغناش عنك يا يوسف. استهدى بالله كده وروق. والله أخوك اللي جاي ده رزقه على ربنا ومش هينقص منك حاجة. هيبقى أخوك وحبيبك وملكوش إلا بعض. مش بيقولك في المثل أنا وأخويا على ابن عمي؟ الأخ بيكون سند. يعني أنت متأكدة إن ولد؟ وكمل. طب أنا بقى مش عايزه. لو ما جيتيش معايا دلوقتي ونزلتيه عند الدكتور، أنا هعمل زي ما قلتلك، هسافر ومش هتشوفيني تاني. يا ابني أنت عارف إن عملية زي كده هتبقى خطر عليا لو عملتها. أنا كبيرة في السن، خلينا أكمل الحمل. وأنت عارفة إنك كبيرة، بتعمليها ليه تغيري من مراتي وتحملي؟ يا ابني أنت ليه بس مش مصدق إن أنا ما كنتش مرتبة للموضوع؟ هي جت كده من عند ربنا. هو معقولة إن في واحدة تمنع الوسيلة؟ وفي العمر ده معروفة يعني إن ده سن اليأس، بس ربنا أراد إن أحمل. خلاص، بما إن اللي حصل مش هنتكلم في اللي فات. خلينا بقى دلوقتي في اللي جاي. هنروح نصلح الغلطة دي، وعايز أسمع ردك دلوقتي حالا، يا إما بقى أنا همشي من البلد. يعني أنا لو ما نزلتش وياك هتسيب البلد يا يوسف؟ هتسيب أمك وأبوك اللي بيحبوك؟ قولي ردك، هو ده آخر كلام عندي. طيب هاجي على نفسي علشانك، بس لو جرالي حاجة أعرف إن ذنبي أنا وأخوك في رقبتك. وراحت مع ابنها عند الدكتور. أما في بيت أدهم رجع على البيت وليلى حضنته. الحمد لله على السلامة، نورت البيت. بنورك. إيه شايفك فرحانة النهاردة؟ في حاجة يا ليلى؟ لازم أفرح، مش أنت برضو دخلت عليا؟ ودخلتك عليا تستحق الفرحة. أنا كمان عاملة لك مفاجأة حلوة. خير يا ترى؟ تعالى موريك المفاجأة، وبعد كده أقول لك يا سيدي على المفاجأة التانية. ومسكته من إيديه وأخدته على غرفة الأطفال. لما دخل شاف سرير خشب. إيه السرير ده؟ جبتيه إمتى وإزاي تجيبيه من غير ما أعرف؟ بصراحة كده حبيت أفاجئك يا ست. أنا مش عايزة أتفاجئ، ما بحبش المفاجآت اللي بيكون وراها مصاريف. استني، فين التكييف الصحراوي اللي كان هنا؟ بصراحة كان بايظ ومركون وملوش أي لازمة، قلت أبيعه وأجيب مكانه السرير ده. نعم يا أختي. وابتدى يضربها جامد على راسها وعلى ظهرها. انت ازاي تعملي كده من ورايا؟ أنا كنت محتاج التكييف، ازاي تتصرفي من دماغك؟ وبعتيه بكام بقى إن شاء الله؟ أكيد الضحك عليك يا هبلة. بالراحة عليا، بالراحة يا أدم، خلينا نتفاهم. الله يسامحك يا أدم، أنا حامل. وقف الضرب وبصلها، كانت بتتوجع. انت بتقولي ايه؟ انت بجد حامل؟ ايوه، الحقني، انا حاسه اني بنزف، خدنا على اي مستشفى بسرعه. واخدها على المستشفى واتصدم انها كانت حامل، لكن للاسف سقطت. في اليوم ده قررت اني ما ترجعش معاه البيت تاني، وراحت على بيت اهلها. اما في عياده في منطقه عشوائيه وصل عليها يوسف ومعاه والدته سميره. اول ما دخلوا المكان كان عشوائي ومش نظيف. سميره بصت لابنها بلوم وعتاب وقالت له المكان مش حلو، خلينا نشوف مكان تاني يكون أنضف. ده المكان الوحيد اللي مش هيطلب منك ورق أو هيمضونا على إقرار، وفي نفس الوقت سعر المكان ده كويس. أكيد طبعا كل اللي هنا ناس شمال، واللي في بطونهم دولت عيال حرام. الله يسامحك يا ابني، فوق بقى اللي انت فيه، خلينا نرجع على البيت، ابعد عن الشيطان بقى. لو رجعنا البيت هسافر ومش هتشوفيني طول ما أنا عايش. واتفقوا مع الممرضات
ودخلوا وكشفوا، والدكتور طلب منها تحاليل ويوسف عملها. والدته طلع عندها أنيميا شديدة وطلب أكياس دم احتياطي. خرج يوسف علشان يجيب الدم لوالدته، وبالصدفة لقى مراته بتتصل بيه. قالوا: أيوة يا مروة. عملتي إيه يا يوسف؟ كل حاجة تمام، ما تقلقيش. كشفنا والدكتور هيعمل لها العملية النهاردة، بس أنا رايحة أجيب لها أكياس دم عشان لو حصل معاها نزيف. مروة كانت واقفة في مدخل البيت وبتتكلم بصوت واطي. طب استعجل بقى، أبوك جه من شوية وقلب الدنيا عليها. اسمع، أنا هقولك على مستشفى تقدر تشتري منها الدم علشان والدتك، وتاخده تعمل العملية بسرعة، وإن شاء الله مش هيحصل أي مضاعفات. وفجأة لقت اللي بيمسكها من قفاها وبياخد منها التليفون. مستشفى إيه ودم إيه؟ أنت وديتهم فين؟ أنا سمعتك دلوقتي وأنت بتقولي لجوزك علشان أبوك جه وبيدور عليها. أنت أكيد تعرفي مكان ماما. ماما فين يا مروة؟ قول أحسن موديكي في 60 داهية. رهف؟ إيه يا رهف؟ إيه الكلام اللي أنت بتقوليه ده؟ رهف قعدت تنادى على باباها: يا بابا تعالى بسرعة، أنا عرفت ماما فين. جه مدحت وبص لبنته: هي يا بنتي في إيه؟ الحق يا بابا، يوسف شكله أخد ماما علشان تعمل عملية إجهاض، وطبعا اللي حرضته على كده الست مروة، وهي عارفة مكان ماما كويس قوي. إيه الكلام اللي بتقوليه ده؟ الكلام ده بجد يا مروة؟ أنا ماليش دعوة، يوسف هو اللي أصر على الحكاية دي، وشايف إن لو طنط سميرة خلفت هتبقى فضيحة لنا كلنا. والله لولا إن أنا عارف إن عيب كنت دلوقتي ضربتك وعرفتك إن الله حق، بس لك راجل ويصطفل وياكي. المهم، جوزك ودى مراتي فين؟ أحسن والله العظيم أبلغ عنكم انتوا الاتنين وأوديكم في 60 داهية، وساعتها مش هيهمني أي حاجة. مروة خافت من تهديد حماها وقالت له على عنوان العيادة اللي جوزها راح عليها، وفورا مدحت أخد العربية وراح على العيادة. دخل ولقى مراته قاعدة بتعيط وبيركبوا لها الكانولا، وصعبان عليها حالها قوي، فزعق للممرضة: ابعدي عنها. وقرب من سميرة: ليه يا سميرة تسمعي كلام ابنك؟ ليه تعملي كده؟ قومي يلا، قومي خلينا نروح على البيت. لا يا مدحت، ابنك كده هيسيبنا ويسافر وهياخد مراته وهنعيش لوحدنا. انت مش لوحدك، امال انا فين؟ وبعدين يا ست لو عاوز يسافر هو حر، هو اصلا ما يعرفش يعيش من غيرنا. واخدها ورجع على البيت، ويوسف جات له مكالمة من مراته باللي حصل، وعرف ان والده راح على العيادة واخد مراته. رجع هو كمان على البيت، وكان داخل البيت بيتسحب علشان يطلع على شقته من غير ما حد ما يشوفه. لكن مدحت حس بيه وفورا فتح باب الشقة وفضل يزعقله: انت ازاي تعمل كده في امك؟ بقى انت راجل؟ انت ازاي هتكون الامان والحماية لها ولأختك وانت تعمل فيها كده النهاردة؟ امك كان ممكن يحصل لها حاجة يا استاذ، كان ممكن تموت فيها. يوسف كان ساكت وباصص في الارض، ما كانش لاقي كلام يقوله، بس كان جواه حاسس بالندم وحاسس ان امه كان فعلا ممكن تروح فيها. خرجت سميرة: استهدى بالله يا مدحت، الحمد لله ربنا سترها وما حصلش حاجة وحشة، بس كان هيحصل لولا ستر ربنا، عشان ربنا أراد يكشفه هو ومراته. لولا يا بنتك رهف لو ما كانتش سمعت مراته ولحقت الكارثة كان ممكن يحصل لك حاجة النهاردة. وبص ليوسف بجدية: اسمع يا واد انت، من النهاردة تقعد في شقتك مع مراتك كأنك ساكن في البيت ده، لا تنزل تاكل ويانا ولا عايزين نشوف خلقتك، لا انت ولا هي. انت ملكش امان وانا مش واثق فيك، ولما امك تولد اخاف على اخوك منك. اطلع يا دلدول مراتك. يوسف اتضايق بس ما قدرش يتكلم وطلع على فوق، ومروة قابلته وقالت له: معلش يا يوسف، انا مش عارفة هي اختك ازاي سمعتني. اخرسي خالص يا مروة، انت السبب في كل اللي حصل، يا ريتني ما كنت سمعت كلامك. ماما فعلا كان ممكن تروح فيها، كنت هخسرها وبسببك، وابويا كمان اتبرى مني وبيعتبرني دلوقتي واحد غريب. وسابها ودخل يقعد لوحده اوضه النوم وقفل على نفسه. اما عند اهل ليلى كانت قاعده على السرير حزينه وزعلانه. ميرفت اللي عمرها 45 سنه جت وحطت لها الاكل: كل يا بنتي، كل يا ليلى. حاضر يا ماما، هاكل اهو، مع انه والله ما ليا نفس. فجأة تليفونها رن: خد يا ماما. ارد عليه اقول له ايه؟ بس بيتصل على تليفونك انتي، خليه يكلمك. لا يا ماما، انا مش عايزه اكلم ادهم ولا ارد عليه، كلميه وقولي له اي حاجه لغايه ما اشوف هتصرف ازاي. هتعملي ايه بقى؟ احنا ما عندناش بنات تتطلق. ومسكت التليفون وردت على ادهم: ايوه يا ادهم يا ابني، اخبارك ايه؟ ازيك يا طنط؟ انا كويسه يا ابني.
طيب يا طنط، هي ليلى ليه ما بتردش عليا؟ هي نايمة؟ ايوه يا ابني، يا دوبك اتغدت واخدت الدواء ونامت، اصلها كانت تعبانة. تحب اصحها لك؟ مالوش لزوم، سيبها نايمة براحتها، ولما تصحى خليها تجهز علشان اعدي عليها النهاردة بالليل. ميرفت كتمت السماعة وبصت لبنتها. عاوز يجي ياخدك، اقول له ايه؟ لا يا ماما مش هروح وياه، ارجوك قولوا له اي حاجة. ميرفت اتنهدت وردت. معلش يا ابني، اصل الشبكة بتروح وتيجي، ما تسيبها عندي شوية، دي يعتبر لسه نفسها، سيبها عندي لما تشد حيلها. ما جاتش يعني من اسبوعين 3. هو ايه اللي عادي يا طنط؟ على العموم انا كنت اهتم بيها برضو وابعت لها واخواتي، بس خلاص طالما هي عايزة كده علشان خاطرك انت وبس. وقفل. وميرفت بصت لها. هو انت ناوية على ايه يا ليلى؟ هتطلق منه يا ماما، لا يمكن ارجع له تاني ابدا. طلق ايه بس يا بنتي؟ ده انت ما كملتيش 6 شهور، الناس هتقول عليكي ايه بس؟ ما يهمنيش الناس، انا مش هكمل مع واحد ما فيش بينه وبينه اي تفاهم. انا عندي عيش مطلقة العمر كله، ولا اني اكمل مع واحد جلنفي زي ده. ميرفت امها ما عجبهاش الكلام وسابتها وخرجت. ليلى فتحت النت وقعدت شوية على الواتساب، لقت عمر بيكلمها يطمن عليها. بارك لي يا عمر، انا هتطلق من ادهم. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا ليلى؟ بس تعرفي هو ده احسن حل. ادعي بقى ان ربنا يقدرني والموضوع يخلص على خير. انت اكتر واحد عارف انا تعبت ازاي مع الشخص ده. طالما مش مستريحة سيبيه، ومحدش بياكل لقمة مش عايزها، والحمد لله ان مفيش اولاد ما بينكم. عمر قفل وياها وساب تليفونه. في الوقت ده نوال مراته دخلت الأوضة تغير هدومها، كانت لسه راجعة من السوق. شافت تليفون جوزها، مسكته وقلبت في الواتساب علشان تعرف آخر شات كان ما بينهم. كانت متضايقة جدا ومتعصبة لما بدأت تقرأ الشات. ايه ده؟ يعني هي هتتطلق وعمر بيشجعها؟ يعني كده هتسيب جوزها؟ يبقى عايزين يغفلوني، وعمر أكيد ناوي يتجوزها من ورايا. ماشي يا عمر، بتديني فلوس وبتستغفلني وطلعتوا بتحبوا بعض. عمر جه في ايه بس؟ وبعدين سيب التليفون ده. انت عايز تتجوز البنت اللي اسمها ليلى ده عليا؟ لا طبعا، بس هي هتتطلق لان هي وجوزها مش متفاهمين، هما الاتنين ما عندهمش مشاعر ناحية بعض. يا سلام، وانت فاكرني هبلة علشان تصدق ان حضرتك مش مبسوط وانك مش بتخطط تتجوزها؟ البنت دي منمرة عليك من ساعة ما كلمتك، عايزة تخطفك مني، وانت طبعا مش فارق معاك العيال. لا ده انت اكيد دماغك فوتت خالص. اخد التليفون وكان هيطلع بره، نوال وقفت له. اسمع، لو ما نهتش علاقتك بالبنت دي وفي اسرع وقت انا هفضحها وهفضحك في البلد كلها. عمر مهتمش لكلامها واخد غياره وساب الاوضه وخرج. بتستهتر بيا يا عمر؟ طيب الموريتك هعمل فيك ايه ما بقاش انا. ومسك التليفون وهي متعصبه ودخلت على جروب البلد، نزلت فيه كل الصور والسكرينات والمحادثات اللي كانت بتشوفها، اللي كانت أول بأول بتبعتها على تليفونها من غير ما جوزها ما يعرف. بس في نفس الوقت كانت بتاخد مقابل فلوس كتيرة قوي إن هي سايبة جوزها يتكلم مع ليلى، وليلى وجوزها اتفضحوا في البلد كلها. في نفس اليوم وصل أدهم على بيت حماته وكان متعصب ومتضايق. حماته فتحت الباب وأدهم دخل. ميرفت لاحظت الشر اللي ما بين عينيه. الكلام أخده وعطى يا ابني، اهدى بس. أدهم بص لليلى. السكرينات دي حقيقية؟ انت لسه على علاقة بعمر خطيبك الأولاني؟ يعني كنت بتستغفليني الفترة اللي فاتت دي كلها يا ليلى؟ كنت بتخونيني؟ وكنت بتقابليه بقى فين وازاي؟ وعملتوا ايه من ورايا؟ ولا أي حاجة، والله العظيم الكلام ما بينا كان واتساب وبس، وما حصلش أي حاجة حرام. بالعكس أنا وهو كنا زي الإخوات، كنا بنفضفض مش أكتر. أدهم بدأ يعمل حركات بإيديه. نعم يا أختي، واخوات منين بقى ان شاء الله؟ شايفاني ده قرون ولا عندي اريال واصل لاخر البلد؟ اسمعي، اللي حصل ده عار كبير قوي، انت من النهارده تحرم عليا ويحرم عليك ادخل بيتي والنوم في فرشتي. انت طالق يا ليلى وملكيش اي حقوق عندي، وريني بقى شطارتك في المحاكم. وسابها ومشي. وليلى قعدت تعيط وبصت لامها. والله يا ماما ما حصل ما بيننا اي حاجه. وبعد كام يوم من انتشار الخبر في البلد والإشاعة اللي كانت عمالة تكتر وتزيد، رجع عمر على البيت وهو متضايق ومتعصب. لقى نوال مراته عمالة تذاكر لعيالها. خش على جوه يا عيال. وكانت نوال هتستعبط وتدخل ورا العيال
لكن عمر مسك دراعها ورجعها ورا وقفل الأوضة. ممكن أعرف أنت اللي عملت البلوة دي ولا لأ؟ هو أنت فاكرة أن أنت بكده ناصحة؟ عملت إيه؟ أنا ما عملتش حاجة غلط. كان لازم أحافظ على جوزي وبيتي. بيتي ما ينفعش يتخرب. فوق يا عمر، أنت متجوز ومعاك عيلين. كنت متجوز لغاية ما عملت الحركة الرخيصة دي. أنت فضحتي إنسانة طيبة اتطلقت من تحت راسك. تفتكر ممكن حد بعد كده يتقدم لها بعد عملتك السودة اللي أنت عملتيها؟ أنت كمان بقى هتتطلقي لأن أنا معاك عايش في جحيم. يا سلام، يعني أنت بتعمل كل ده علشان خاطر ليلى؟ تخيلي بقى أن ليلى هي الحاجة الوحيدة اللي كانت مصبران عليكي الفترة اللي فاتت. تعرفي ان عرضت عليها كتير ان اطلقك واتجوزها، لكن كانت بترفض، وفي نفس الوقت كانت بتحاول تصلح ما بينها وما بين جوزها، وكانت بتحاول تغيره. ليلى انسانة مش وحشة، انت اللي وحشة وسودة من جواكي. كل اللي يهمك الفلوس وبس. انا عمري في حياتي ما شفت واحدة توافق ان جوزها يكلم واحدة تانية وتاخد مقابل ده فلوس، الا اذا بقى كانت واحدة ست مادية ما يهمهاش الا الفلوس وبس. وسابها ومشي. في نفس اليوم طلقها، وصل عند بيت حبيبته وقعد مع امها. بص يا طنط، انا اسف على اللي حصل فضيحة، وطلاق بنتك كان بسببي وبسبب مراتي. ما تعتذرش يا عمر، مراتك عملت الصح، من حقها ان تحافظ على جوزها وبيتها. بنت هي اللي متربتش وغلطت لما كلمتك وهي متجوزة. اعتذارك ده ملوش اي لازمة يا عمر. ارجع لبيتك ومراتك وانساني. اللي حصل حصل، بكرة الناس كمان هتنسى، وانا رزق ونصيب هيجول لغاية عندي. انا مش عايزاك تحس بالذنب. لا يا ليلى، انا بحبك انت ومن زمان، ومش هفرط فيك للمرة التانية. انا فوقت لنفسي، يمكن ربنا عمل كل ده علشان نرجع لبعض من تاني. احنا صح غلطنا احنا الاتنين لما اتكلمنا واحنا متجوزين، لكن برضو ده ما يمنعش ان احنا ممكن نتجوز ونعيش مع بعض مبسوطين طالما اختياراتنا الاولانية كانت غلط. ميرفت بصيت له. طب ومراتك يا ابني؟ ما احنا برضو ما نرضاش بخراب البيوت. انت مش هتخربي بيتي ولا حاجة. هو بعدين مراتي كانت عارفة ان انا بكلم ليلى، وكنت بديها فلوس كل شهر مقابل ان هي تسكت، وكانت موافقة ومبسوطة. لكن لما عرفت ان ليلى هتتطلق خافت ان اتجوز ليلى، وخافت ان الفلوس اللي بتاخدها منه ومن ورايا تقل، علشان كده فضحتنا. يعني من الاخر كده الست دي كل اللي يهمها الفلوس، لكن انا ما همهاش. عامة ما تقلقوش، بعد ما طلقها هعمل لها دخل كويس قوي هي والعيال. صدقيني يا طنط، انا عمري ما هظلم لا طليقتي ولا ولادي. ميرفت ابتسمت وليلى وافقت انها تتجوز عمر بعد شهور العدة ما تخلص. اما في بيت مدحت مرت الايام وخلفت مروة على خير، جابت ولد. يوسف كان فرحان بيه جدا. في المستشفى يوسف كان قاعد قدام مراته. كان لازم يعني تختار اوضه VIP، ما كنت تختاري اوضه عاديه. انت ما سمعتيش الممرضه وهي بتقول ان الاوض دي علشان البلوجر والناس الاغنياء وبس، علشان يتصوروا ويتفشخروا؟ لكن احنا يا بنتي ناس عاديه. ليه ما خلفتيش في اوضه عاديه بقى يا مروه؟ اسمع يا يوسف، انا مش زي اي حد. انا عايزه اتصور واعمل استوريهات كتيره. انا مش اقل من صحباتي. لو على الفشخره من حق ان اتفشخر يا سيدي. بس انا مش عارفه هما ماما وليلى ليه ما جوش. وفجاه دخلت امها واختها ليلى. ليلى قربت منها. حمد لله على السلامه يا مروه. الله، حلوه قوي البيبي. متشكره قوي يا ليلى. ميرفت قالت مبروك يا بنتي، يتربى في عزكم. امين يا طنط، ان شاء الله. هروح اشوف الدكتوره علشان تكتب لها على خروج. ميرفت قالت لبنتها هو انت يا بنت لسه متخانقه مع حماتك وحماكي؟ مش كنت صالحتيهم قبل ما تولدي علشان ينقطوكوا ويهتموا بيكي؟ انت دلوقتي هتعملي اسبوع ازاي واهل جوزك مش هيحضروا؟ عادي يا ماما، وبعدين انا مش هاجل اسبوع. مفيش حاجه هتتاجل، هيتعمل في ميعاده، وقرايبنا كلهم هيجوا، مش لازم اهل يوسف. ليلى بصت لها ازاي بس؟ انت كده تبقي زودتيها قوي. بدل ما تخليه صالح امه وابوه، اول ما تدخلي البيت تروحي توريهم البيبي. انت جبت الجحود ده كله منين يا مروه؟ انت ما كنتيش كده. ليه بتوقعي ما بين جوزك واهله؟ سيبنا لك انت يا حبيبتي طيبه القلب وفضحتك وطلاقك من جوزك، واخرتها هتتجوزي واحد معاه عيلين. اراهنك ان طليقته هترمي لك العيال وتعيشي بقيه حياتك تربي لها في عيالها، وهتلبسي العيال دول. ومرت الايام وجه يوم الاسبوع،
ومروة عملته زي ما هي عايزة، وخلت جوزها يبيع الشبكة علشان تتفشخر وتعمل صباع فخم. أثناء ما كان الصباع شغال كانت سميرة عايزة تطلع تبارك لابنها وتنقطه، ولبست واستعدت إنها تطلع، لكن مدحت وقفها وقال لها: رايحة على فين؟ هطلع أبارك. معقولة يعني هنعمل صباع حلو زي كده ومحدش فينا يطلع يبارك لابني؟ هيبقى شكلنا وحش قوي. طبعا سميرة كانت بطنها قدامها وعلى الآخر ومقربة تولد. سيبك منه، هو أصلا معزمش حد فينا، وبعدين ملوش عين إنه يبص في وشنا. وبعدها بأسبوع سميرة خلفت عن طريق عملية قيصرية. حالتها كانت صعبة أوي في الولادة، لكن مدحت كان فرحان بالولد الصغير، ورهف كمان كانت كل شوية تتصور وياه وتنزل الصور الستوريهات. يوسف أخوها شاف الصور حس بإحساس جميل قوي. مروة جت وشايلة ابنها وقعدت على الكنبة. شفت أختك منزلة صورها مع أخوك على الإنستا وفرحانة قوي. والله أختك دي تحس إن هي خلل، العيلة بتاعكوا دي مجانين. انت اللي مجنونة، من يوم ما دخلت البيت ده وانت كنت السبب في العداوة ما بيني وما بين أهلي. أنا يا يوسف دلوقتي أنا اللي بقيت وحشة؟ أيوة انت اللي وحشة، انت اللي أقنعتيني إن أمي بتغير منك وإن الحمل ده فضيحة. مش عايزة أسمع صوتك تاني، أنا هروح لهم دلوقتي وصالحهم. لو حاولت تتدخلي وتفرقينا هطلقك. وأخيرا يوسف فاق لنفسه وراح المستشفى وشال أخوه، بس إيد والدته: حمد لله على سلامتك يا ماما، أنا آسف، أنا عارف إن غلطت ويعلم ربنا إني جاي وندمان. أوعدك إن عمري ما هغدر بيكي تاني أبدا، هكون لأخويا الظهر والسند والحمى، وعمري ما زعلك تاني أبدا. أنا اكتشفت إن غلطت. مدحت بصله: ويا ترى بقى العقل ده جالك لوحدك ولا اتفقت انت ومراتك على خطة تانية وعايزين تعملوها وده الطعم بقى اللي بترموهولنا؟ سميرة بصت في عينين ابنها: لا يا مدحت، يوسف فعلا ندمان، ربنا يخليكوا ليا يا ولادي. وفعلا رجعوا على البيت والفرحة مالية عينيهم. أما عمر اتجوز هو وليلى وعاشوا مع بعض. بس يا ترى جوازتهم دي صح ولا غلط؟ واللي عملوه من البداية كان صح ولا غلط؟ يعني ليلى ما كانتش سعيدة مع جوزها ولا عمر سعيد مع مراته. هل ده مبرر ان هما الاتنين يتكلموا مع بعض؟ ومرات عمر تستاهل اللي حصل لها لانها كانت بتاخد تمن سكوتها؟ أما بقى يوسف، يا ترى اللي كان بيعمله مع والدته ليه حق فيه ولا كان غلطان؟ اكتبوا لنا آرائكم في التعليقات. أشوفكم بكرة على خير في قصة جديدة إن شاء الله، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة.